لا شيء بديع بجد. لا بجد برج ايفل ده شيء بديع حقيقي، يعني حاجة أسطورة. أنا تحت دلوقتي لسه يعني باخد نفسي بستريح بس من المشوار عشان أطلع السلم، عشان السلم جامد جدا، أنا أقعد فيه بتاع 3 ساعات ولا حاجة. ف بريح شوية وبعدين نطلع أهو. أنا أهو وادي برج ايفل أهو. دلوقتي هنعيش مع بعض هذه التجربة الفريدة من نوعها، وهي صعود أسانسير برج إيفل. الله 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 الله. هذا هو برج إيفل ونحن نصعد إليه. الله الله الله. احنا جنب نهر السين اهوت، والصاد والعين والغين، والمنظر تحت يا لهوتي ده اللي احنا جايين منه. بس شوفوا البير اللي احنا طلعناه، يا لهوتي ده لسه هيطلع تاني، ده لسه هيطلع تاني. يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو. لا انا كده بقى هغمض عيني واسيبكم انتوا تكملوا فرجه بقى. كده بقى انا هغمض عيني وانتوا تكملوا فرجه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا انا خايف بجد، انا خايف بجد، انا خايف بجد. احنا هنا يا دوب في السكند فلور، يعني ده بيسموه الدور الثاني. ما شاء الله. ادي باريس كلها اهيت، وادي القبه الذهبي اللي نفسي اعرف هي بتاعت ايه، وادي البعبه المدوره هناك اهي اللي عند ساحه كونكورد اللي فيها المسله المصريه اللي سارقينها الحراميه. وادي والله شكله المبنى الازاز الضخم قوي ده اللي انا كنت محترمه قوي، مش عارف هو ايه ده، مبنى شكله اللوفر، اللي هو متحف اللوفر. لان هو على الخريطه قبل برج ايفل على طول، على الناحيه الثانيه من البحر، على الناحيه الثانيه من النهر يعني. فهو الحاجه الازاز الضخمه المحترمه قوي دي كانت وستظل هي اللوفر، يعني متحف اللوفر. احنا هنا لسه على فكره لسه ما طلعناش البرج احنا لسه البرج فوق اهو، يعني انا بس في البلكونه بتاعت الدور الثاني يعني. ده كده يعني السكند فلور، ده كده بلكونه الدور الثاني. وادي المنظار اهو اللي بيجيب كل الاماكن. ما اعتقدش التليفون ممكن يسجل من جوه المنظار، بس من هنا برضه نقدر نشوف اماكن تانية كتير حلوة. لا دي مدينة خرافية بصراحة. لا 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 لا، انا كنت فاكر برشلونة يعني ياما هنا ياما هناك. لا لا لا، باريس دي حاجة تانية خالص اهو. حتى تحت اهو في ده ميدان اللي هو اللي انا مش عارفه ده، حتى مدخل هناك اهو، في برضه المدخل بتاع الممر اهو اللي مش عارفه بقى. تحت بقى في بقى المركبه اهي اللي بتلف في النهر، لو فاض وقت نبقى نركبها ان شاء الله قبل الطياره. دلوقتي بنستأنف الرحله المشوقه او المرعبه احيانا في صعود برج ايفل. شكلنا واو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر، سبحان الله والحمد لله، الله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر. كده بقت المسألة صعبة. أنا مغمض عينيا وبصور يا جماعة، أنا مغمض عينيا وبصور. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله، الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله الحمد لله. هنا على القمة بتاع برج إيفل، قافلينها بشبابيك
مفيش بلكونات خالص. واو، ايه الجمال ده يا باريس، ايه الجمال ده يا باريس. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، ايه الروعة دي، ايه الروعة دي. ارتفاع برج القاهرة مرتين واكتر من مرتين كمان. من اعلى قمة برج ايفل اقدم لكم مدينة باريس الجميلة جدا. شيء رائع جدا. والملعب اللي تحت ده لسه الناس بتتدرب لغايه دلوقتي، بس هو كتاكيت خالص يعني واحنا في السكند فلور تحت على بعد 120 دور من هنا مثلا. كان الملعب كبير قوي، هنا الملعب عامل زي الدبانه. طبعا قافلين علينا بالازاز، مفيش اوبن اير خالص، لان انا مش عايز بس اقول سر دلوقتي ان وهي مقفوله علينا خالص كده البرج نفسه بيتحرك مع الهواء. وهذه ليست مبالغة، فعلا انا راجل مهندس وقادر اميز اللي بيحصل. سايبين نسبة مرونة للحديد بتاع البرج ان هو يتحرك بمرونة كده في حدود مثلا بضع مليمترات مع سرعة الرياح. وانا دلوقتي مسنود على الحيطة بتلعب والارض بتلعب، يعني قمة البرج من فوق بتلعب مع الهواء. وده يعني واضح ان هم حاسبينه كويس هندسيا ومقبول بالنسبة لهم، ماهوش خطر يعني. ده الملك بقى اللي هو الملك دي بقى الأميرة اللي هي الملكة اللي مش عارفها برضو. ده بقى أنا مش عارفه حقيقي يعني، بس دول واضح إنهم ناس مهمين هنا في البلد دي يعني. إيه الجمال ده، إيه الروعة. بلا مدام بلا مسيو بلا قلة أدب بقى، سيبنا نتفرج بقى. Ladies and gentlemen, pickpockets are active in the tower. Please watch your luggage. Thank you for your vigilance. طيب يعني بتقول لنا خدوا بالكم من الحراميه، يعني انتوا جوه التاور كل واحد ياخد باله من حاجته، ما حدش يشتكي يقول الحاجه ضاعت. نطلع بقى نشوف بقى الله ده في اوبن اير فوق اهو. اطلع يا عم الحاج. احنا كده في الهوا في قمه البرج وفي قمة الرعب برضه. اوعى يا عم الحاج، انا مش ههرب من الصور. اوعى يا حبيبي. Excuse me. اهو والله على القمة اهو، والله بيلعب جسم المبنى بيلعب عشان هو مدبب من فوق، فالهواء بيحرك. هم سايبين له نسبة حرية في الحركة. Thank you. على فكرة أنا هو برضه أحسن حد يفكر إن أنا جرافيك ولا حاجة. أنا حقيقي يعني. دي المنظرة اهوت. إيه عشان نتفرج في حته مصري عادة يقول لك بنلف عشان نتفرج، يعني انت بتجري ليه؟ احنا بنلف عشان نتفرج. كلام مصري خالص وعبايات بقى وبتاع. الصور دي بقى بتوصف من ايام ما كانوا بيصمموا البرج والمهندسين هم قاعدين بيراجعوا الحاجه ويشوفوها. وبالتالي ان هو ده الراجل ده اللي قاعد على الكرسي ده هو الديزاينر، هو صممه بس، لكن جابوا مقاول من فيصل بقى من كعبيش هو اللي نفذ يعني. عشان الحاجة تطلع متقنة كده لازم يكون مقاول من كعبيش. يعني دي كده البكرة بتاعت الأسانسير، يعني بكرة صغيرة زيها زي اللي في أي عمارة 4 أدوار في مصر بالظبط يعني. بكرة خفيفة خالص. وادي الواير بتاعه أهو، واير محندق يعني يشيل كده بتاع 30 طن بس. يعني دي بقى المواتير والجربوكسات بتاعت اسانسيرات برج ايفل. حاجة صغيرة خالص ومحندقة خالص، واكس ضعيف وموتور ضعيف وشغلانة زرقاء ما يعلم بها الا ربنا.
وادي المسار المايل اللي بيطلع للاسانسير. اول مره في حياتي اشوف اسانسير بيطلع على مسار مايل. يا سلام. لا طلعوا الفرنساويين دول يعني كويسين في الميكانيكا زي ما هم كويسين في